پر مای قوم کرد زمان ناشکی و دانه تو به زمان ناشکی و دانه تو به زمان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطاکلی آلا کردن جنده به قطاکلی آلا کردن هم خوردن رنگ کور و شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطاکلی آلا کردن جنده به قطاکلی آلا کردن هم خوردن مریا و کی مثل دیلیمان و پالیمان هر اجتماع دیلیمان و پالیمان کرد و کردستان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطاکلی آلا کردن جنده به قطاکلی آلا کردن لاوی کرد را گوی سرفی و شیران بابروی نشیدکن تاج جهان بابروی نشیدکن تاج جهان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطاکلی آلا کردن جنده به قطاکلی آلا کردن خوردنون کرد حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا روشلي ليلي وبقولي وبروح وقلبي روشي وبحلا هيدر مدد هيدر مدد در يوسف وكسرو جليل هيدر مدد هيدر مدد شعب أميران لخر ودوي دفع يا جيران هارم بيبي تاريخ راي واشقى يا غرباش تماشغان انحجاب ام ديسا بورنا تخلك كنوج برنامجها أزوتا إيرو خلك كميتا إبتا مهواني من مهوانكي راسي برومتا وقالك لكولين وين ديروكا كردي دهنا جبر فيك ام ما إيرو ما أو كريا مهواني خوالي أبي خلك بزماني عربي بيشكشكن جبر زارابي سوراني أو دآخبه
وجبويجو أم قدارنجو هركسيجو إيرو متشوبينيجو جما تشتشتيجو إيرو أم بيشكش بكنتي بكيه لورا أزي بزماني عربي أزو مهباني خمي في خلكي بيشكش كن. أعزائي المشاهدين، اليوم نقدم حلقة جديدة من برنامج أزوتا على فضاء قناة بيف تي في، قناة الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد. في هذه الحلقة سنذهب معا في رحلة عبر التاريخ السحيق، نغوص فيه للعمق وننفض الغبار عن تاريخ أمة معروفة بالحضارة وبالآثار وبالثقافة وباللغات وبالأديان، وسنتناول حقبة تاريخية تمتد لآلاف السنين ما قبل الميلاد. هذه الحقبة لأمة للأسف عتم وجرى التعتيم والسرقة لتاريخها، ونسبت الكثير من الحضارات والإنجازات الحضارية والثقافية لهذه الأمة للأقوام الأخرى. للأسف يكتب التاريخ بأيدي القوة، يكتب التاريخ بأيدي السلطة والقوى الاستعمارية التي كانت ولا تزال تنهب ثقافات وخيرات الأمم. وأمة الكرد كانت من بين هذه الأمم التي جرى عليها الغبن، ولا زال حتى الآن هذا التاريخ مغيبا ويجرى عليه التعتيم الشبه الكامل. ولكن الآن نحن أمام شخصية وضعت على عاتقها الصبر في أغوار هذا التاريخ ونفض الغبار عن التاريخ الكردي وعن الآثار عبر البحوث والدراسات التي أجريت بأيدي علماء الآثار والتنقيب في المناطق الكردية الذين لا يكلون ولا يملون. هذه الشخصية نفتخر بوجودها بيننا، ونتمنى أن نجد الكثير من هذه الشخصيات الذين يغوصون في التاريخ ويقدمون لنا وثائق ويقدمون لنا الإثباتات على وجود الشعب الكردي لآلاف السنين ما قبل الميلاد. نرحب بالدكتور المؤرخ مهدي كاكاي. شكرا أستاذة نجاح على هذا التقديم الجميل، أشكرك جدا، وأشكر المشاهدات والمشاهدين الكرام وأشكرهم على حضورهم. الدكتور يا ريت لو ترفع صوتك كمان. الدكتور مهدي كاكاي هو شخصية أكاديمية. سأقدم لمحة عن حياة الدكتور وعن مؤهلاته العلمية، وهذا طبعا مما قدمه لي ومما بحثت عنه لأهمية هذه العلوم التي يغوص فيها ويقدم فيها بحوثه. الدكتور مهدي كاكاي حائز على بكالوريوس العلوم الزراعية من جامعة بغداد، وماجستير في بيئة الغابات جامعة الزراعية السويدية، دكتوراه في تلوث البيئة جامعة بلفاست الملكية إيرلندا الشمالية في بريطانيا. وقد شغل بعض الوظائف المهمة جدا كمساعد باحث علمي مركز البحوث البيولوجية مجلس البحث العلمي في بغداد، مساعد باحث علمي قسم البحوث البيئية جامعة الزراعية السويدية أوبسالا السويد، أستاذ مساعد في قسم العلوم الطبيعية جامعة أورابرو السويد، وأستاذ في قسم الغابات كلية الزراعة جامعة كركوك. وقام بالعديد من البحوث وفي مختلف المجالات العلمية العالمية في مجال البيئة والاحتباس الحراري،
وأهم ما قدمه هذا الدكتور المؤرخ هي مئات الدراسات والأبحاث عن التاريخ الكردي القديم والأديان الكردية واللغات الكردية الموحدة والقضية الكردستانية. أهلا وسهلا بك مرة أخرى أستاذ الدكتور مهدي كاكاي. شكرا أستاذة نجاح. أهلا. شكرا. قبل ما نبدأ البرنامج دكتور مهدي، صوتك ضعيف جدا، يا ريت لو تعالج موضوع الصوت قبل ما نبدأ الحلقة. نعم. هسه كيف الصوت؟ جيد الآن؟ يا ريت لو يكون أفضل، يعني الصوت قبل ما نفوت على الحلقة كان أفضل. الآن كيف الصوت؟ يعني قريب جدا من الكمبيوتر. ماشي الحال. إذا أعزائي المشاهدين، نحن أمام قامة علمية وباحث وضع على عاتقه السبر في التاريخ الكردي القديم، يقدم لنا الدراسات والإثباتات العلمية على أن الكرد هم شعب عريق وأمة عريقة لها ثقافتها العريقة وحضارتها عبر الأزمنة تمتد لآلاف السنين. دكتور، من هم أسلاف الكرد في التاريخ القديم؟ يا ريت تخبرنا عن هالموضوع. نعم. أسلاف الكرد كثيرون، حيث كل سلالة من أسلاف الكرد أو عائلة أو قبيلة أتيحت الظروف لها وأسست مملكة لها وبأسماء، كل سلالة أخذت اسمها. فالسومريون هم من أسلاف الكرد، إيلاميون، جوتيون، كاشيون، خوريون أو هوريون. هذا الاسم متأتي من اسم الشمس. لحد الآن نحن نستعمل اللهجة الهورامية، يمكن الزازائية أيضا يقولون هور للشمس، بينما باللهجة السورانية يقال خور. وأيضا ميديا أيضا من ضمن، والدولة والإمبراطورية الساسانية أيضا دولة كردية. وحتى أن الصفويون أيضا كانوا من عائلة دراويش كردية أيضا. فهناك أحب أن أذكر هنا بأن خلال أو منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد، الكرد كانوا الشعب الوحيد في المنطقة قبل 5000 سنة من الآن، حيث كان اليونانيون أتوا للمنطقة خلال الألفية الثالثة. الفرس أتوا للمنطقة حوالي 1200 قبل الميلاد. الأرمن أتوا إلى المنطقة في حوالي 630 قبل الميلاد. العرب تم ذكرهم من قبل الآشوريين في حوالي 600 قبل الميلاد. وطبعا ذكر العرب كان ليس باسم إثني. العرب معناه أقوام الجنوبية، جنوب تقع منطقتهم جنوب بلاد ما بين النهرين. والأتراك طبعا يعني وجودهم حديث جدا بالنسبة للتاريخ. أتوا إلى المنطقة من طوران الواقع في قرب الحدود الصينية قبل
بين 800 سنة إلى 900 سنة من الآن. فلذلك قبل 3000 سنة قبل الميلاد وما قبلها كل الحضارات وكل الإنجازات تعود للشعب الكردي، لأن الشعب الكردي كان الشعب الوحيد الموجود في المنطقة. نعم، يعني يعود تاريخ الكرد إلى آلاف السنين ما قبل الميلاد، وهناك من يتطاول على الأمة الكردية أو على الكرد ويقولون بأنهم ليسوا أصحاب هذه المنطقة. وأنا قرأت قبل الآن في مقالة لحضرتك أنه أسلاف الكرد هم السومريون، والآن أيضا ذكرت من أسلاف الكرد أنهم السومريين. في عندي سؤال، شو هي العلاقة الوطيدة بين الكرد والسومريون؟ يا ريت تخبر المشاهدين ومن يتابعنا عن هذه العلاقة. نعم، شو هي الإثباتات والدلائل التي تؤكد هذه المعادلة؟ نعم، هناك براهين عديدة جدا عن كون السومريين أسلاف الكرد. أولا لنقول بالنسبة للسومريين هم ليسوا ساميين. فمثلا المؤرخ الشهير جدا، أشهر مؤرخ في السومريات هو صاموئيل كريمر، عنده كتاب باسم من ألواح سومر. في هذا الكتاب يذكر بأن السومريين من الأقوام غير السامية. وأيضا في نفس الكتاب يقول بأن السومريين قبل السومريين جاء أقوام من الشرق، يعني من كردستان، من جبال زاغروس، جاءوا من الشرق إلى جنوب بلاد ما بين النهري، جنوب العراق الحالي. يعني قبل السومريين بآلاف السنين كان أسلاف الكرد موجودين، حيث انحدروا من جبال زاغروس وبسبب زيادة سكانهم والظروف الغير طبيعية، الجبال برودة وهكذا، فانتقلوا إلى ضفاف نهري دجلة والفرات. فقسم منهم انتقل إلى منطقة إيلام، ومن هناك انتقلوا إلى جنوب بلاد ما بين النهرين. ف يعني الأسلاف الكرد كانوا موجودين، ومن ضمنهم السومريين كانوا ضمن هذه. يمكن هذه السلالة كانت غير موجودة في ذلك الوقت وظهرت بعد ذلك. المهم فالسومريين من ضمن هذا القوم أسسوا الممالك، المدن السومرية. وهذا أيضا ما يؤكده هذا القول بأن الأقوام الزاغروسية أتوا إلى بلاد ما بين النهرين هو العالم الأمريكي سبايزر. هذا العالم الأمريكي يؤكد أيضا بأن الجوتيين هم أصل الكرد. كل السلالات الأخرى متأتية، هم أصل الكرد. وحتى هناك آراء عديدة تقول بأن اسم الكرد متأتي من جوتي. فخلال آلاف السنين تغير هذا الاسم وأصبح الكرد. هذه بالنسبة إلى. وأيضا الدكتور عامر سليمان والأستاذ المؤرخ طه باقر، هؤلاء عرب ليسوا أكراد، أنا لا أذكر الكرد. فهؤلاء أيضا يقولون عندما هاجر الأموريين هم ساميين، كانوا يعيشون في الصحراء السورية. ففي أواخر
الألفية الثالثة هاجروا إلى كردستان. فهذان الأستاذان يقولان عندما هاجر الأموريون والبابليون إلى جنوب كردستان كان السومريون والسوباريون موجودين في جنوب كردستان، لم ينتقلوا بعد إلى جنوب العراق الحالي. وأيضا وجدوا آثار سومرية في جنوب كردستان. طيب إذا كان السومريون بس من الجنوب أو وفدوا إلى المنطقة من غير كردستان، فكيف نجد آثار سومرية في كردستان؟ أو وجدوا عثروا على آثار أيضا في كردستان. وأيضا بالنسبة إلى الأساطير السومرية تثبت على ذلك. مثلا في قصيدة سومرية اسمها قصيدة المعول التي تعود جذورها إلى بدايات، فهذه القصيدة تتحدث عن بدايات ابتكار الأسلاف الكرد في كردستان في الكهوف للزراعة. فهذه القصيدة تقول: أسرع بفصل السماء عن الأرض، عمل على خلق الإنسان الأول فحفر شقا في الأرض ووضع بدايات البشرية في الشق، وعندما بدأ البشر بالظهور كالحشيش. هنا القصيدة تتحدث عن الزراعة في كردستان، حيث عندما انتقلوا من كردستان إلى جنوب البلاد ما بين النهرين نقلوا حضارتهم معهم إلى المنطقة. أصلا إذا الإنسان يفكر حسب العقل والمنطق، إذا السومريون ما كانوا لهم حضارة سابقة لم تكن باستطاعتهم أن يبتكروا الكتابة والصناعة وتكون لهم حضارة متقدمة. يعني الحضارة لا تأتي من فراغ. ولضيق الوقت عندي أيضا مكتوب عندي أيضا كتابات سومرية أيضا. هنا مثلا تذكر جبال أرارات، تتحدث عن جبال أرارات. مثلا تقول: إنانا منيرة هكذا تتضرع، إنانا يا أختاه، دع لأجل أوروك الذهب والفضة، دع سكان أرار يصقلون بمهارة، لا زوردية نبيلة مشعة، لا زوردية طاهرة في أوروك حيث الجبل المقدس ويأتون. فالجبل ليست هناك جبال في المنطقة غير جبال كردستان. وأيضا هنا قصيدة أخرى أيضا فيها ذكر عن الجبال وأيضا عن الحيوانات البرية الكردستانية، حيوانات جبلية كالماعز وغيرها. عندي نعم دكتور، حتى عفوا، يعني حتى كلمة زاغروس هي كلمة كردية، يعني نعم لها مدلولات متعلقة بالشمس وارتباط الكرد بالشمس. وهناك أيضا صورة سنعرضها على الشاشة، يا ريت كاك عبدال الأستاذ عبدال يعرضها على الشاشة. هي صورة لغطاء رأس ملك سومري والتشابه بين العمامة الكردية التي لا يزال الكرد يلبسونها. يعني هون الرجال الكرد لا زال يلبسون هذه العمامة، ومن أكثر من 3000 سنة هذا الاكتشاف الأثري لغطاء رأس ملك سومري، يعني يدل التشابه بين الصورتين أو الشكل العمامة بيناتهم. نعم، يعني متشابهين يعني تماما. أي
يعني هناك دلائل كثيرة في علاقة السومريين والكرد، وأن السومريين هم أسلاف الكرد. إذا في وقت أستمر يعني، وبعدين إذا ممكن، طبعا هناك مئات الكلمات المشتركة عندي. بعض الكلمات تفضل دكتور، كل الوقت معك. أهم شيء عندنا أنه المعلومة التاريخية ندعمها نعم. بالإثباتات وبالدلائل. فمثلا دليل آخر دلمون كانت منطقة سومرية يدفنون، هذه منطقة مقدسة، كانوا يدفنون في هذه المنطقة الملوك، ملوك السومريين، لأن فمكتوب بالألواح السومرية جبل دلمون. طيب جبل من أين؟ جبال، بس موجودة جبال كردستان. وحتى هناك قرية باسم دلمان، قرية كردية أيضا في شرق كردستان، يمكن الاسم له بعلاقة بدلمون جنة السومريين. وأيضا كثير من الدلائل. اسم السومريين، سومر اسم بابلي ليس سومري. الاسم السومري للسومريين هو KNG. كي لحد الآن موجود عندنا كاكا وكي أيضا بالنسبة للميديين، كي خسرة وكي كاوس وغيرها. وجي يعني مكان أو وطن. جي لحد الآن اللهجة الفيلية، اللهجة اللورية يقولون جي، ونحن نقول جي. نعم دكتور، سنعود لموضوع اللغات في سؤال آخر، ولكن المشاهدين اللي بيتابعونا عندهم بعض الأسئلة ممكن نشاركهم كمان، يعني إذا سمحت لنا. نعم. وأشكر كل اللي بيتابعونا، وأعتذر إذا ما قريت كل الأسئلة. في سؤال لأوركيش موزان، تحياتي أستاذ أوركيش، يقول أليس، يا ريت تحطوا أيوة، مساء الخير، أليس السوبارتو الشرقيين كانوا هوريين وعاصمتهم قرب كركوك وهم سابقون على السومريين، أما السوبارتو الغربيين فهم هوريون وعاصمتهم أوركيش في تلموزان. ماذا ترد أستاذ دكتور مهدي؟ في الحقيقة السوباريون يعني ليس اسما اثنيا. سوبار هذه أطلق السومريون على والبابليون على سوبار اسم، يعني السوبار هم الهوريين. في الحقيقة سوبار معناه باللغة السومرية معناه الشمال، يعني كانت منطقة واقعة شمال بلاد ما بين النهرين. أيضا قسم من الباحثين يقولون أن معناه مرتفع أو مثل جبل، يعني عايشين في منطقة مرتفعة. فلذلك السوباريون هم ليس اسم إثني، وإنما كان السومريون والهوريين هم الذين كانوا يسكنون في كردستان. ولدينا سؤال نعم. سؤال آخر، يا ريت تحطون على الديلاور كورد. سؤال للدكتور مهدي، ما هي العلاقة التي تربط بين أسلاف الكرد وأسلاف الفرس في التاريخ القديم؟ لأن هناك من يقول بأن بعضنا يلحقنا بالفرس وبعضنا يلحقنا بالترك وبعضنا يلحقنا بالعرب، وبعضنا يقولون نحن أبناء الجن وليس لنا تاريخ ونحن آتين من السماء. فهذا السؤال يتكرر كثيرا، خاصة لتشابه كثير من الكلمات وبعض العادات بين الفرس وبين الكرد. يا ريت تخبرنا دكتور. أنا ذكرت قبل قليل يعني الفرس حديثو العهد في المنطقة مقارنة بالكرد، لأن الكرد كانوا موجودين في كهوف كردستان
قبل أكثر من 100,000 سنة. ولذلك بالنسبة للفرس هم حديثو العهد، ولكن كما تفضلت لقرب اللغة والعادات بين الشعبين، فهذا ناتج. مثلا في زمن الميديين كان الفرس تحت الحكم الميدي، يعني كانوا جزء من الشعب الميدي. وأيضا في زمن الأخمينيين كان الكرد تحت الحكم الأخميني الفرس. ولذلك فاللغة الكردية واللغة الفارسية تنتميان إلى عائلة واحدة، عائلة قريبة جدا وعلى نفس العائلة. وبعدها على غصن آخر من شجرة اللغات الهندو أوروبية تجي اللغة الهندية. هناك أيضا كثير من المفردات المشتركة بين الكردية والهندية. نعم. حضرتك قلت انه من خلال شرحك للسومريين بان وهم اسلاف الكرد هم اول من انتقلوا من الصيد الى الزراعه، ومن خلال هذه المهنه التي انتشرت الى الاقوام الاخرى، انتقلت اللغه الكرديه والثقافه الكرديه والحضاره الكرديه. طيب في سؤال، هل الكرد اللي اشتغلوا بس في الزراعة فقط؟ شو هي الأعمال اللي عملوا بها في تلك الحقبة البعيدة؟ الحقبة طبعا في الكهوف كانوا في البداية يعملون أو يعتاشون على الصيد، وفي حوالي من 10,000 إلى 6,000 سنة قبل الميلاد انتقلوا من حياة الصيد إلى الزراعة. وهذه بالنسبة للأوقات القديمة جدا. فمثلا عندي معلومات كثيرة، يعني لعلماء آثار عثروا في مناطق عديدة من كردستان إنسان النياندرتال الذي عاش 100,000 سنة قبل الميلاد. فلذلك عملوا في الكهوف عملوا على الزراعة، وحتى وجد العلماء دلالة على وجود الطب، يعني قبل 20,000 سنة قبل الميلاد، حيث عثروا على آثار ورود كانوا قد قدموها أو دفنوها مع جثة طبيب زاغروسي، فكانوا مقدمين له أو دافنين معه بورود احتفاء به وحبا به. هذه بالنسبة. أما بالنسبة إلى لما نزلوا من الكهوف من الجبال إلى شواطئ نهري دجلة والفرات، فأنهم بدأوا بابتكار الكتابة والحروف والصناعة. مثلا في آثار تشيانو في شمال كردستان عثروا على تشيانو، يعني تعني دكتور، عفوا المقاطعة، تعني تشيانو الجبل الجديد أو نعم صحيح. نعم. أي فعثروا على قطعة قماش، يعني صانعين قماش عمرها 7,000 سنة، وكانوا يصنعون من النحاس. لحد الآن يستخرج النحاس من المنطقة. وإذا بالنسبة للكتابة، وهذه يمكن
بعد ذلك رح نرجع للكتابة بعدين رح نحكي عن الكتابة، ولكن لازلنا في مجال الأعمال والمهن والهوايات. حتى معروف عن الكرد انه شغفهم بالطبيعه، مثل ما حضرتك حكيت لي عن الورود، ويمكن الورود تعني انه كان في صناعه العطور وقتها عند الكرد، عند اسلافنا الكرد، وايضا عن الفن والزخرفه والموسيقى والكثير، حتى صناعه السجاد. قبل ما تجيب حضرتك على هذا الموضوع، بدنا نعرض على الأعزاء المشاهدين مقطوعة موسيقية عمرها 3400 سنة. هذه أقدم نوتة موسيقية ومعمولة على مقام كرد. يا ريت شكرا للأستاذ عبدال، وحقيقة يعني بنشكره على هذا المجهود العظيم والجميل اللي عمله في بث هذه الموسيقى الجميلة، واتمنى انه تكونوا استمتعتوا بهالموسيقى. وشكرا للدكتور كمان انه بعث لي هالموسيقى. وحقيقة هالآثار وهالصور اللي معروضة مع الموسيقى كلها آثار كردية وموثقة، يعني ليست هي آثار لشعب آخر. دكتور، قلت حضرتك وقرينا كثير انه الحياة الثانية بعد الطوفان الكبير بدأت في كردستان، عندما رست سفينة نوح على جبل جودي وأرارات. وطبعا هذه الرواية هي موجودة في الكثير من الأساطير وفي النصوص الدينية، القرآن والتوراة والإنجيل، ويدعمها الكثير من الباحثين باحثي الآثار وعلماء الآثار. ومن في هذه الأرض ابتكرت اللغة واللغة الهندو أوروبية هي لغة كردية، وهي التي انتشرت إلى الأقوام الأخرى عبر الزراعة والتجارة وتنقل الشعوب وحياة البادية وقتها. فماذا تخبرنا عن هذه اللغة؟ كيف اكتشفت ومتى اكتشفت الحروف
اللغة هي عبارة عن رسوم وبعض الرموز، ولكن الحروف التي تعتبر هي ثورة في حياة البشرية، متى اكتشفت وأين اكتشفت وما هي الدلائل والتي تدعم هذه النظرية؟ نعم. بالنسبة للكتابة، السومريون اكتشفوا الكتابة، ابتكروا الكتابة، ولكن كانت كتابة على شكل علامات، كانوا وتسمى كتابة مسمارية لأن كانوا يستعملون مسامير ويحفرونها على الألواح الطينية العلامات. إلا أن مع الأسف تاريخ الخوريين تاريخ مظلوم، يعني بالنسبة للكتابة الخوريون أبدعوا أكثر من السومريين. الخوريون ابتكروا الحروف لأول مرة في تاريخ البشرية في سنة 1500 قبل الميلاد. في أوغاريت ابتكروا 30 حرفا، 3 حروف كانت من الحروف الناطقة، الحروف العلة، و27 حرفا كانت من الحروف الساكتة يعني بدون أصوات، وكانت تكتب من اليسار إلى اليمين الكتابة. فهذه ثورة عظمى في تاريخ البشرية أن يستعمل الإنسان 30 حروف للتعبير عن كل ما يجول في فكره وخاطره، يعني أعظم من الطباعة وأعظم من الإنترنت. نعم دكتور، قياسا بذلك الوقت. طيب دكتور، في سؤال يعني يتبادر نعم. إلى الذهن، عفوا، هل كانت تلك الحروف تشبه هذه الحروف التي لدينا؟ شلون كانت هالحروف؟ مع الأسف يعني ما أعتقد بعض الحروف يعني نعم نعم هذه الحروف. يا ريت تقربها كثير أكثر على الشاشة. نعم، فهذه الحروف الهورية أو الخورية هي أصل كل الحروف الهندو أوروبية، وأصل الحروف الآرامية والعبرية والعربية. الآن نحن نكتب الكتابة بس باللهجة السورانية ونقول حروف عربية، بينما هي حروفنا هم العرب هم الذين أخذوا من حروفنا من أسلافنا الخوريين، وليست حروف عربية هذه. حروف حروف كردية هذه كلها. فالفينيقيون كانوا بحارة، فنقلوا هذه الحروف إلى اليونان، واليونانيين أجروا بعض التعديلات على هذه الحروف لتناسب نطقهم وأحاديثهم، ومنها انتقلت إلى إيطاليا، ومن إيطاليا إلى الدول الأوروبية الأخرى، وأيضا أخذها الآراميون، وثم العبريون أخذوا هذه الحروف من الآراميين، والعرب بدورهم أخذوها من اليهود. فطبعا هذه أنا أتكلم عن 3500 سنة قبل الآن، فلذلك بعد ذلك نراها تغيرت تغييرا جذريا الحروف العربية والعبرية والحروف الأخرى، لكن أصل هذه الحروف هي حروف كردية. كل العالم
مدينين لأسلاف الكرد. نعم، أسلافنا الكرد الخوريين، وهذه النوتة الموسيقية اللي عرضناها نعم. قبل شوي كمان كانت من إنجازاتهم ومن تأليفهم. نعم. طيب في سؤال أحد المشاهدين كمان سألوا، والله الاسم ما بتذكر، العفو، أعذروني، لأن الأسئلة تتوالى، ونشكر كل الذين يكتبون أو يسلمون بتعليق أو بكلمة. في سؤال أنه أي لهجة، عفوا، نعم. السؤال اللي قبله، أي لهجة حاليا، أنا فهمت فحوى السؤال، أي نعم. لهجة الآن من اللهجات الكردية هي التي تشبه اللهجة الهورية أو الخورية القديمة؟ نعم. اللهجة الموكريانية الحالية تشبه اللغة الخورية. الموكريانيين يعني من مناطق مهاباد ونغدة في شرق كردستان لحد الآن نستطيع أن نقول بأنهم يتكلمون اللغة الخورية. شكرا. نعم. نعم. وأحد المشاهدين، تحياتي أستاذ عيسى إبراهيم، يقول في مرحلة الرسوم والإشارات، يا ريت ترجعوا لنا السؤال كمان كاك عبدال، يا ريت ترجع لنا السؤال. يقول مرحلة الرسوم والإشارات والبدايات الأولى لنشوء اللغة وأم اللغات القديمة الهندو أوروبية هي السنسكريتية. شو بتقول على هالتعليق الدكتور؟ السنسكريتية مأخوذة من الحروف الخورية. هذه بالنسبة إذا العملية هي عملية معكوسة. أي طبعا معكوسة. شو طيب يعني اللي بيثبت هالشيء؟ في آثار، في أو الأحجار، في آثار اكتشفت لهذه اللغة أنه هي أقدم من السنسكريتية. طبعا يعني هذه أنا عندي يعني كل المصادر التي تقول، وعندي بحث نشرته متكون من 4 حلقات وكلها معززة بالمصادر، مصادر آثار وعلماء. أنا إنسان أكاديمي يعني. نعم. ما أتكلم ولا أكتب بدون مصادر وموثوقة. أكيد دكتور. نعم. نعم. هناك تعليق آخر من فناننا خليل قادر، يا ريت تحطون لنا على الشاشة. وبنحاول قدر الإمكان نتفاعل مع المتابعين واللي عندهم استفسارات، لأن التاريخ الكردي للأسف لم يكتب بأيادي نظيفة. دائما الأيادي التي كانت تريد أن تمحي هذه الأمة حرفت هذا التاريخ، وللأسف يعني لذلك هناك استفسارات كثيرة وهناك مداخلات. لذلك نحن بنحاول قدر الإمكان نتفاعل مع أكبر عدد من الأسئلة، والأسئلة اللي ما يتسنى لنا الوقت أنه نقرأها يا ريت تعذرونا سلفا. الأستاذ خليل القادر يقول النمط السردي العالمي والعالمي كانت من خصائص الميثولوجية، يعني علم الأساطير والإنسان، إلى جانب الفلسفة العميقة، إلى جانب النار، إلى جانب النار والشمس في مكونات الطبيعة، إلى جانب الحكمة والرغبة والإحساس. يعني النار والشمس من مكونات الطبيعة، والحكمة والرغبة والإحساس من العناصر الأساسية لشخصية الإنسان، والفكر والإحساس والشعور. طيب سؤال للبروفيسور، السؤال هو لحضرتك، ما مكانة الكرد اليوم فيما تذهبون إليه؟ اليوم ولا طبعا الكرد يعني طبعا يعني كنت أتمنى يكون البرنامج فرد 10 ساعات حتى أتكلم عن كل شيء، لأن الموضوع أكيد أكيد نحتاج الكثير من الوقت. يعني طبعا مسؤولية عظيمة من حضرتك. فبالنسبة للخوريين يعني اسمهم خوري لأن كان إلههم الشمس، إلههم الشمس، وأحب فكانوا يعبدون الطبيعة
لهم آلهة القمر والشمس والصاعقة وغيرها، حيث كانوا في ذلك الوقت ليست هناك كهرباء ولا شيء، فالإنسان كان يخاف من الحيوانات المفترسة، من الظلام ومن أصوات الرعد وغيرها، فكان تجنبا لأضرار هذه الطبيعة، لظواهر الطبيعية، فكانوا ينظرون للشمس وللقمر ولغيرها. وأحب ما دام جئنا إلى هذه لأنقل للمشاهدين الكرام مسألة الشمس، الخور كان ارتباط الكرد مع الشمس. نعم لا، مسألة مهمة جدا. كان الإله الهوري أو السوباري اللي سميناه كان اسمه آسور، واسم سوريا متأتي من اسم إله أسلاف الكرد السوباريين، وأيضا اسم سريان لأن كانوا عايشين في سوريا مأخوذ من اسم سوريا، ومعنى هذه حتى اسم السريان مأخوذ من اسم الإله أسلاف الكرد السوباريين. وأيضا آشور كان اسمه آسور. البابليون كانوا لا يستطيعون تلفظ حرف السين، فأطلقوا عليهم على اسم الإله السوباري آسور، أطلقوا عليه آشور. وأحب هنا أيضا أن أقول بأن السوباريون هم الذين بنوا آشور، وكان الأموريون الذين هاجروا من الصحراء السورية إلى جنوب كردستان الحالي بقوا أكثر من 1000 سنة تحت الحكم السوباري، تحت الحكم الآشوري. المملكة الآشورية بناها أسلاف الكرد السوباريين، وخلال الأموريون حكموا آشور خلال 650 سنة الأخيرة من عمر المملكة الآشورية، وإلا الدولة الآشورية كانت دولة أسلاف الكرد. وحتى اسم كما ذكرت اسم المملكة الآشورية متأتي من اسم الإله السوباري، إله أسلاف الكرد السوباريين. ومفاجآت كثيرة، لأن بعد إذا صارت فرصة سأتحدث أيضا عن البابليين. نعم، لا نزال في رحلة في التاريخ الكردي، رحلة محفوفة بالمفاجآت وسحر التاريخ وبالأساطير. يعني يا ريت تذكرنا بعض الأساطير التي بعض الأقوام تنسبها لنفسها، مثل قلقامش وحتى نيروز. يعني للأسف بعض الأقوام تنسبها لنفسها، علما أن هناك دلائل لغوية وتاريخية على ارتباط هذه الأساطير بالكرد. هناك سؤال تردد عن اسم ضحاك أجدهاك وعلاقته بالملك الميدي، آخر ملك الميديين استياك. نعم، سؤال أيضا أوركيش موزان سأل هالسؤال. شو هي علاقة الطاغية أزدهاك مع اندثار الإمبراطورية الميدية، وكان هو آخر الملوك الميديين؟ نعم، في الحقيقة شو هي العلاقة بيناتهم؟ نعم، في الحقيقة عيد نوروز يعني
له خلفية. عندي دراسة أعتقد 5-6 حلقات عن خلفية دينية والخلفية التاريخية لعيد نوروز. فعيد نوروز ليس له علاقة بالضحاك، حيث كان منذ ولادة الإنسان أو منذ ظهور الإنسان على الكوكب الأرضي كانوا يحتفلون بقدوم الربيع، حيث كان يتساوى النهار والليل، فكانوا يحتفلون برحيل الظلام، الليل والشتاء والبرودة والثلوج واختفاء الثلوج مثل الآن، ومجيء الربيع، حيث مثلا كان السومريون كانوا يحتفلون أيضا بهذا العيد، وكانوا يسموه إيكيتي. الآشوريين غيروه وإلى إيكيتو. فهذا كان أيضا بالضبط كان يحتفل به في 21 آذار، ولكن حسب التقويم السومري كان يصادف 1 نيسان حسب تقويمهم، ولكن حسب تقويمنا الآن يصادف أيضا 21 آذار. فليس لعيد نوروز أي علاقة. وأعتقد أيضا بالنسبة لكاوى الحداد أيضا مجرد أسطورة، وأنا لا أقول نخصص حلقة خاصة بعيد نوروز دكتورنا في وقت آخر. ممكن نتكلم عن هذه الأهمية هذا العيد بالنسبة للكرد، وكيف صار بعدين أنه خاص يرمز للحرية والخلاص من الطغيان إلى آخره. ولكن أسطورة قلقامش بتمنى يا ريت تحكي عن هالأسطورة للمشاهدين ولو بشكل موجز وعلاقتها أولا هذه الأسطورة. أذكر اسم كلغامش. نحن نستعمل كل لعظيم كبير، نقول كلغا يعني الثور الضخم. وقامش يعني الثور، وميش يعني حيوان الثور. فكانوا السومريون يعبدون الثور وفي رسوماتهم. على هذا كان الملحمة باسم كلغامش. وأيضا لما مات صاحب قلقامش، أنكيدو كان اسمه، فلما مات فحزن هذا الملك السومري وأراد بحث عن الخلود، يعني حتى ينتهي الموت. فكان اسمه اسم جده أوتنبشتم، فكان يريد من جده أن يسأله يساعده في العثور على الخلود. فحتى كلمة أوتنبشتم أيضا كلمة كردية، يعني حتى باللهجة الفيلية أوتنا، حتى باللهجة السورانية أيضا هاتنبشتم يعني أتوا من بعدي. هاتن يعني أتوا، وبشت يعني ظهر أو خلف. فقال لهم أوتنا بشتم، قال لي كلغامش، قال له اذهب وائتي بنا كم عصا، 120 عصا مردي. فهذه الأعداد من العصا يجب أن لا تمس الماء. كانوا ملاحين يمشون في الماء وإلا يموتون، هذا كان شرطهم. ولحد الآن
الكلمة باقية مردي يعني ميت، ومردن يعني الموت. وحتى الأوروبيين ماخذين يستخدمون هذه هذه الكلمة murder. موردر ومورد، ولا أعرف بالألمانية يجوز أيضا لها اسم مشابه لهذا الاسم. فهذه الأسطورة كالغامش. نعم. وأيضا بالنسبة لشمس، الشمس أيضا كلمة سومرية كانت يسموها شمش. شمس. فاليهود أخذوه وجعلوه أيضا شمش، لكن العرب أخذوا الكلمة وحولوها إلى شمس. ولحد الآن نرى الشمش موجودة في اللغة الكردية كل أيامنا باسم الشمس، يك شماد وشماس يشماد، كلها هذه أسماء الأيام. يكشم بشم هي تصغير من كلمة شمس في نهاية كل عدد. كلها لها علاقة بالشمس. هذا يؤكد ارتباط هذه الكلمة باللغة الكردية طبعا. وما أدري الخفاش أيضا نحن نسميه الخفاش شمشمكورة. شمشمكورة يعني أعمى الشمس، لأن هذا الخفاش لأنه لا يرى بالنهار. أي ما يخرج بالنهار. ولحد الآن الكلمة السومرية باقية في لغتنا. طبعا العلماء الآثار يهمهم السبر في حضارة الأمم القديمة، وكثيرين زاروا كردستان واكتشفوا أصالة هذه الحضارة، ولكنها للأسف لم تأخذ يعني نصيبها من الإعلام لعدم وجود الدولة الكردية. هذا شيء معروف جدا، لأنه أي دولة هي التي ستحافظ على آثارها وعلى تاريخها وتكتبه بمنهجية وتدرسها لأبنائها. فاللي بيهمنا حقيقة أنه شو هي أهم الاكتشافات الأثرية والأوابد التاريخية اللي لا زالت موجودة في كردستان، وأيضا بعضها اندثر في الحضارة الكرد القديمة. يعني أنا لاحظت مثلا في عفوا الفيديو اللي قدمناه وبعض الصور، مثلا صور الزقورات الشبيهة نوعا ما بالآثار بالأهرامات المصرية، مثلا النقوش، التماثيل، العربات، بعض الأسلحة، يعني حتى أنه امرأة كانت تجر عربة. يعني يا ريت تحكي لنا على هالآثار. الآثار القديمة كثيرة. أنا يعني أعرض قسم من هذه الآثار. طبعا عندما كان يعيش الإنسان الزاغروسي في الكهوف، فأخذت عينات من هذه الآثار التي تشمل كل أجزاء كردستان. فمثلا العالم الأمريكي البروفيسور روبرت جون برايدوود، فهذا العالم الأمريكي يقول بأن الانتقال من حياة الصيد إلى حياة الزراعة في كردستان يعود إلى 10,000 من 10,000 إلى 6,000 قبل الميلاد. ويضيف هذا بأن الشعب الكردي كان من أوائل الشعوب التي طورت الزراعة والصناعة، ومن أوائل الشعوب التي تركت الكهوف لتعيش في منازل. يعني فكانت هناك تقريبا 25 إلى 50 بناية، وأيضا كانت عندهم مخزن لحفظ المواد الغذائية وغيرها، أدوات التي كانوا يستعملوها. وهذه حصلت 12,000 سنة قبل الميلاد. طيب، أيضا ذكرنا هذه في تشيانو، لا أكرر هذا فيقول أيضا بأن المحاصيل الزراعية كالقمح والذرة والشعير انطلقت من كردستان. و يعني
صراحة دليل هناك دليل في أحد المتاحف، لا أتذكر إذا كانت في هولير أو في فرنسا، لأكبر إناء أو جرة كبيرة جدا لحفظ النبيذ. النبيذ هي تعود إلى الأراضي الكردستانية. نعم، أعتقد في متحف باريس، أعتقد يعود للإيلاميين، يعود للإيلاميين. في الحقيقة يعني نحن علميا نتكلم، وأستطيع القول بأن الأرض والسماء تتكلمان بالكردية. يعني الكرد هم أصل البشرية، وكردستان مهد الحضارة البشرية الأولى والثانية. طيب دكتور، عفوا دكتور، شو هي أهم البحوث، يا ريت البحوث اللي قدمتها مثلا بعض المراكز أو مراكز البحوث التاريخية والآثار عن حضارة الكرد؟ نعم. فمثلا في كهف زرزي هذا واقع على منابع نهر الزابل الأسفل وعلى جبال هذه في جنوب كردستان. فأثروا هنا من قبل العالم دوروثي غارود آثار عمرها 12,000 سنة، حيث عثروا على في هذا الكهفين على آثار قديمة. فمثلا في كهف هزارميرد هذا كشفوا أو عثروا على آثار عمرها 100,000 سنة. يعني الإنسان العاقل كان غير موجود للنياندرتال لحد الآن. كان الإنسان العاقل غير ظاهر. أيضا في كهف شانيدر، هذا أحد أهم الكهوف الكردستانية بل في شرق الأدنى وغرب آسيا. ففي هذه عثروا على مستوطنات زراعية، حيث عثر فيه على أول هيكل عظمي للإنسان النياندرتال يرجع تاريخه للعصر الحجري القديم، يعني حوالي 50,000 سنة قبل الميلاد. وأيضا في موقع بردة بلكا الواقع في شمال شرق شمشمال الواقع في جنوب كردستان، عثروا على أدوات كثيرة من الحجر، معظمها بهيئة فؤوس يدوية يرجع تاريخها للعصر الحجري القديم. وأيضا في غرب كردستان أيضا في كهف دو دري. لحد الآن دو دري هذه كلمة قديمة، ولحد الآن دو دري الكلمة كردية صرفة، يعني دو يعني اثنين، ودري يعني باب، ذو البابين، دري يعني أو دري. أي نعم. دو أي. فهذا الواقع بالقرب من قرية برج عبدالو. فعثرت بعثة أثرية يابانية على عظام طفل في 5 من عمره، والذي يعود تاريخه إلى 100,000 عام قبل الميلاد. فيعتبر العلماء هذا الموقع مهد السلالة البشرية الأولى. في شرق كردستان في كهف بيستون، حيث الواقع قرب مدينة كرماشان، عثروا على أدوات مصنوعة من اسطوان من قبل عالم دراسات الإنسان الأمريكي كارلتون كون سنة 1949. وهذه الأدوات كل هذه في الأجزاء الكردستانية كلها تتشابه، لأنها تعود إلى قوم واحد، إلى أسلاف الكرد. فهذه أيضا دلالة أخرى على انتماء هذه الأقوام إلى شعب واحد، وهو الشعب الكردي. دكتور، حضرتك ذكرت الإيلاميين،
قبل شوي. نعم. هذه حضارة الإيلام، أو الآن البعض يسموها عيلام، والتي كهذه الحضارة التي اكتشفت أو التي كانت موجودة في نعم. جنوب غربي إيران، يعني حضارة بمحاذاة بلاد زاغروس، وهذه الجبال هي الجبال الكردستانية وأساس وجود الكرد فيها. يقال بأن هذه المدينة، مدينة إيلام، بنتها ابنة إيلام وهي تسمى زوزان. زوزان أصلا هو اسم كردي. طبعا هناك الكثير من الأقاويل، وكل منها تبنى على رقيم أو على أثر يمكن أن يكتشف في هذه البلاد. فشو هي علاقة إيلام بالكرد وعلاقتها بالحضارة السومرية القديمة التي هي أسلاف الكرد القدماء؟ يا ريت يعني نعطي لمحة على هذه الحضارة الكردستانية، وخاصة يعني في شيء جدير بالذكر، أن في هذه الحضارة كان هناك نظام سياسي متطور، نظام مبني على الفيدرالية، وكان هناك مجلس شيوخ، وكانت هناك قوانين للسيطرة أو لإدارة هذه الحضارة. ويقال، وليس هناك شيء مؤكد بالتأكيد، ولكن أكيد هناك بعض الدلائل بأن هذه الحضارة كانت هناك قوانين تساوي بين الرجل والمرأة في ذاك الزمن، لأنه كان هناك تطور فكري وحضاري. يا ريت تحكي لنا على هذه الحضارة، يعني وقديش هي يعني قريبة من المعادلة وارتباطها مع الشعب الكردي. نعم. أولا يعني عاصمة إيلام، يا ريت ترفع صوتك شوي دكتور. عاصمة إيلام اسمها سوسة. في الحقيقة يعني سوزة كلمة كردية لحد الآن باقي، يعني خضار، يعني منطقة فيها خضار. وأيضا علماء اللغة أثبتوا أن اللغة الإيلامية أيضا قريبة جدا من اللغة السومرية والخورية. والآن اللهجة اللورية هي اللهجة القريبة من لغة الإيلاميين. وطبعا الإيلاميون هم أقدم من السومريين كما ذكرت قبل قليل، لأنه سكان زاغروس، قسم من سكان زاغروس نزحوا إلى إيلام في طريقهم إلى جنوب بلاد ما بين النهرين، فاستقروا هناك ولفترة طويلة، ومن ثم نزحوا من إيلام إلى جنوب بلاد ما بين النهرين. لذلك الحضارة الإيلامية تبدأ حوالي سنة 8000 قبل الميلاد، بينما السومريين تقريبا أقل من 3000 قبل الميلاد، يعني الفرق 5000 سنة قبل السومريين. حضرتك عفوا، حضارة عيلام إلى كم سنة قبل الميلاد تعود؟ 8000 سنة قبل الميلاد. 8000 سنة. نعم. إذا تكلمنا عن الممالك والمدن والإمارات الكردية، لابد أن نتكلم عن إمبراطورية ميديا. يا ريت، ولو أكيد الوقت لن يسعفنا لنتكلم عنها الكثير، ولكن أهم المعلومات التي يمكن أن نستفيد منها ويستفيد منها المتابعين من المشاهدين الذين يلقين بتحياتهم وتحياتي للجميع، وبدون أعتذر لعدم ذكر جميع الأسماء. بيصيرنا كثير أنه تتابعونا وتستفيدوا ونستفاد من معلومات الدكتور مهدي كاكاي. يا ريت حدثنا عن إمبراطورية ميديا، وقديش يعني حكمت، وقديش كانت يعني إلى أين كانت تمتد
هذه الإمبراطورية في بسط سيطرتها على نعم البلدان ما بين بلاد الرافدين ومناطق نعم زاغروس، وإلى حتى وصلت إلى فلسطين وإلى نعم المدن البعيدة. نعم. ميديا تأسست في سنة 700 قبل الميلاد، ودياكو مؤسس الأول لميديا، وكان نظاما لا مركزيا في ذلك الوقت 700 قبل الميلاد، ورؤساء القبائل اجتمعوا وانتخبوا دياكو كرئيس للمملكة، مملكة ميديا. فلذلك كان الحكم كان حكم لا مركزي، وكل ولاية منطقة كان يحكمها حاكم خاص وله صلاحيات جيدة. وأيضا كما تعلمون بالتعاون بين البابليين والميديين استطاعوا القضاء على الإمبراطورية الآشورية. طبعا كما ذكرت قبل قليل، في الفترة الأخيرة سيطر الأموريون الساميون على مملكة آشور، فقضوا عليها في سنة 612 قبل الميلاد. طبعا الفرس، كل آثار الفرس الأخمينيون الذين قضوا على ميديا، الفرس أخذوا الكتابة وحتى الأزياء الميدية، وكل الحضارة سجلوا حضارة الميدية باسم الأخمينيون الفرس. لذلك نرى قلة آثار مملكة ميديا والإمبراطورية الميدية. وطبعا كانت تمتد من أرمينيا تحت الحكم الميدي إلى كردستان وأذربيجان وهذه المناطق كلها. بالنسبة إلى فلسطين يعني كما قلت الوقت محدود، وإلا الخوريون حكموا سوريا الحالية، وأيضا وصلت نفوذهم إلى فلسطين، والآن هناك آثار كثيرة جدا في فلسطين للإمبراطورية الخورية الميتانية. وفي سنة 550 قبل الميلاد سقطت المملكة الميدية، وسيطر الأخمينيون على الحكم. وطبعا حضارتهم كانت عندهم عربات حربية، وواحدة من أقوى الممالك في المنطقة. في الحقيقة ما لا أعرف كم الوقت عندنا. لا بأس، يعني إذا عندك لسه شرح مو مشكلة دكتور. أهم شيء نحن نعطي الموضوع حقه، وفي هون مداخلة وسؤال أيضا لكائس. يا ريت تحط لنا السؤال. نعم، تحية لكم وشكرا. هون كاتبين كائس كورد سياز. تحية لكم وشكرا للأخ الدكتور مهدي على كل هذه المعلومات الثمينة، ونحن كمان نشكركم على متابعتكم واهتمامكم بالموضوع الذي يهمنا يعني ككل. لكن السؤال العام هون السؤال دكتور، ما الذي يجعل الدكتور متأكد من كل هذه المعلومات؟ وهل الكرد هم أول الأقوام التي سكنت بلاد ما بين النهرين؟ وهل الكرد هم سومريون أو سوريين أم العكس؟ طبعا لأنه في تتمة للسؤال فيما بعد،
حتى سمي لهم. يعني هناك من يشكك، العفو دكتور، لأنه الموضوع نعم قبل هلا قلنا أنه التاريخ الكردي لم يكتب نعم نعم بأيادي نظيفة، وسرق التاريخ الكردي نعم من نعم الأقوام التي حكمت كردستان، نعم. فطبيعي جدا أن يكون هناك تشكيك. فنحن بنطلب من حضرتك، الأخ بيطلب والمشاهدين بيطلبوا أنه شو اللي خلاك متأكد أنه هذه الأقوام اللي سكنت الكرد أنه هن أول الأقوام التي سكنت بلاد الرافدين أو حتى جبال زاغرس، هذه المنطقة المحيطة بها؟ نعم، أنا أريد أن أوضح شيء مهم بالنسبة للموضوع. نعم. ليس هناك في العالم شعب نقي إثنيا. فبالنسبة للكرد أيضا صارت حروب، مجاعة، هجرات إلى كردستان، الهجرات الآرية إلى كردستان. فهذه الأقوام التي استقرت في كردستان مع الأقوام الزاغروسية كلهم استقروا واتحدوا وتفاعلوا وذابوا في البعض، وأصبحوا الشعب الكردي الآن. الشعب الكردي الآن له لغة خاصة، ثقافة خاصة، فهذه كلها الشعب الكردي جاي متأتي من هذه الأقوام التي سكنت في كردستان وامتزجت مع البعض، وتكون الشعب الكردي الحالي. فلذلك كما قلت في البداية، لم يكن أي قوم يعيش في المنطقة، لا اليونانيين ولا الأرمن ولا الفرس حسب التاريخ والآثار. وطبعا هناك كان سؤال يقول كيف أثبت. طبعا هنا أنا في الكتابات أستخدم المصادر، أي كلام أتكلم أستند على مصدر معين، لكن هنا في الحديث لا أستطيع أن أشير، ولكن عندي قائمة من المصادر. إذا تحبون أقرأ قسم من هذه المصادر اللي معتمد عليها. يعني كل هذه الحديث. عفوا دكتور، طبعا يسرنا انه تقرا لنا، بس الوقت اكيد لن يتسنى لنقرا كل المصادر، ولكن حضرتك لديك صفحه في الفيسبوك، ولكل نعم. من يهتم بهذا الامر يستطيع ان يرجع لكثير من المقالات التي نشرها الدكتور ونشر معها المصادر التاريخيه والبحوث العلميه للكثير من العلماء الذين أبدوا رأيهم في هذه المعلومات بطريقة طبعا أكاديمية وعلمية وبإثباتات. طبعا هناك بعض المداخلات بيسرني أني أقراها ولو على عجالة، في صديقنا وزميلنا في بيت تي في الأستاذ نزار يوسف، يا ريت في عنده مداخلة أو سؤال بعد بتصور، يا ريت تحطوا لنا على الشاشة مشان نرجع نقراها. هذه عن الزردشتية، اللغة الزردشتية. والله يقول أستاذ نزار لك التحية، البعض يدعي بأن الميديون أو الميديين أنهم أتوا من خارج زاغرس، بينما الكاتب البابلي برعوشة أو ما يسمى بيروسوس في القرن الثالث قبل الميلاد، هذا الكاتب يقول بأن الذين حكموا البابل هم الميديين، أي الميديين هم الذين حكموا بابل. فبماذا ترد دكتور على هذا الموضوع؟ أنا الآن يعني سؤال جيد. أنا أردت أتكلم عن هذا الموضوع. كيف تفاعل المشاهدين معنا وبيتابعونا يعني؟ جميل. نعم، فهذا هو كلداني، يعني عاش في القرن الثالث قبل الميلاد، فيذكر بأن البابليين كانت عندهم فترتين حكموا. الفترة الأولى 86 ملك كان عندهم، من
هل 86 كان 84 منهم كردا البابليون، 2 منهم كلدانيين. طيب، والمرحلة الثانية أعتقد كان عندهم 6 ملوك وكلهم كانوا من أسلاف الكرد. يعني البابليون أيضا هم كرد، وفي ذلك الوقت كما قلت الزاغروسيين عاشوا في جنوب بلاد ما بين النهرين لآلاف السنين قبل مجيء الساميين للمنطقة. فالبابليون أيضا هم كرد، وأيضا الكلدانيون أيضا هم كرد. الكلدانيون القدماء والجدد أيضا هم كرد. اسمهم متأتي من اسم مدينة كلدان. والدليل على ذلك مثل سرغون هو اللي مؤسس الكلداني، مملكة الكلدانية. فسرغون كما يقول كتاب آريا القديمة مال صلوات، فيقول اسمه كردي سرغند رئيس القرية، رئيس القرية، مختار القرية. وأيضا سرغون في ألواحه الطينية يذكر عن تاريخه بأنه من جبال زاغروس، من المنطقة الجبلية، وكان أمه راهبة. ف من قوله يتبين بأن في ذلك الوقت أيضا كان لا يحق للراهبة أن تتزوج، فولدت بسرغون ووضعته في سلة ووضعت السلة في ماء الفرات. وفلاح كردي في منطقة كردستان عثر على السلة وأخرج سرغون من السلة، وبعد ذلك أصبح خادما لملك بابل. ولما مات هو فأصبح مكانه ملكا وحكم هناك أعتقد لمدة 59 سنة. فسرغون أيضا كان والأكديون كانوا أيضا الكرد، وأيضا الآشوريين. للعلم الآشوريون الحاليون والكلدان الحاليون هم كرد من هكاري، من منطقة هكاري. طبعا حقهم إذا ينكرون أنهم ليسوا كردا، ولكن أصلهم من هكاري، من كردستان، جلبهم الإنجليز. والكلدان هم نصاطرة، الكلدان والآشوريون هم نصاطرة، يعني كرد مسيحيون. فالكنيسة الكاثوليكية أرادت أن يرجع النصاطرة إلى العقيدة الكاثوليكية، فرجع الكلدان، والإنجليز سموهم كلدان حتى يربطوهم بالحضارة الكلدانية. لكن الآشوريون امتنعوا عن العودة إلى المذهب الكاثوليكي، والإنجليز استخدموهم ضد الكرد خلال الحرب العالمية الأولى، وأطلق عليهم اسم آشور لربطهم بالحضارة الآشورية. وكما قلت قبل قليل الآشوريين القدماء أيضا كانوا كرد، وبعد انهيار الإمبراطورية الآشورية ذاب الأقوام أو الأشخاص الساميين الأموريين، ذابوا
في الشعب الكردي، ويمكن الآن نحن في دمائنا أيضا دماء آشورية، أصبحوا كردا أيضا وذابوا. نعم، يمكن هذا اللي يمكن يفسر بلاغتهم بنطق اللغة الكردية. يعني كثير من الآشوريين والسريانيين والكلدانيين والأرمن جميعهم يتكلموا اللغة الكردية بشكل فصيح. نعم. ربما هناك يعني نعم. إثباتات على أن أصولهم هي أصول واحدة. نعم. دكتور، الموضوع غني جدا وشيق جدا، ونحتاج الكثير من الحلقات لكي نتكلم عن هذه الدلائل والإثباتات على عراقة الشعب الكردي أو على الأمة الكردية أو على التاريخ السحيق للأمة الكردية. لذلك في كثير من الأسئلة كانت تتكلم أو تسأل وتتساءل من بعض المشاهدين عن الديانات الكردية القديمة وإلى آخره، ولكن يعني رح نخصص حلقة خاصة بهذا الأمر. يعني أتصور أنه بعض الكلمات لن تعطي الديانات القديمة والعادات القديمة للكرد القدماء، لن تعطيهم حقهم في بضع دقائق. لماذا؟ لأن الديانات هي حقيقة هي امتداد لحضارة البشرية وارتباطهم روحانيا بالمكان والزمان وفي الخالق وبعض الرموز. لذلك سنخصص حلقة لبعض الأمور اللي تحتاج لوقت أكبر فيما بعد. لذلك أعتذر من المشاهدين أنا بس بقرأ بصراحة كل تعليقاتكم وكل أسئلتكم. أنا بعتذر منكم أنه رح نخصص حلقة خاصة بالديانات والعادات وبعض الأساطير الكردية، وحتى عيد نوروز يعني تاريخه بالوثائق والإثباتات. وسأيضا نستشهد بكثير من الدراسات اللي عملوها المستشرقون اللي زاروا كردستان، ولديهم كثير من الدراسات حول التاريخ العريق للشعب الكردي. ولكن يعني في بعض الأسئلة أو بعض المحاور رح أخليها لحلقة أخرى صراحة، لأنه الوقت لن يسعفنا لنعطي هذه المواضيع حقها. ولكن هناك سؤال يتبادر إلى الذهن ورح نخليه السؤال ما قبل الأخير أو الموضوع ما قبل الأخير دكتور، أنه يعني هذه الحضارة العريقة للكرد التي تمتد إلى آلاف السنين، إلى أكثر من 12 أو 10,000 طبعا عمر الحضارة وليس عمر خلق الإنسان، لأنه الإنسان خلق منذ الحياة إذا قلنا يعني من الحياة البشرية الثانية بعد الطوفان الكبير، ولكن الحضارة يعني قبل 12 أو 10,000 سنة. وهذه الحضارة عريقة، وكانت حتى سياسيا وثقافيا وعمرانيا واجتماعيا وإثنيا ودينيا كانت عريقة جدا. لماذا لم تتوحد كردستان؟ لماذا ظلت مجزأة؟ ما هو السر وما هو يعني هذا السؤال يعني يطرح، وحقيقي هو سؤال منطقي. لماذا لم تتوحد الدولة الكردستانية وكانت عبارة عن ممالك وكل مدينة لها خصوصيتها وتعتبر مملكة بحد ذاتها؟ نعم سؤال وجيه جدا. في الحقيقة الثقافة الكردية ثقافة جبلية، يعني إذا نرجع إلى العهود القديمة، منذ العهود القديمة، حيث طبعا في ذلك الوقت كانت الظروف أصعب، يعني ليس بمثل هذا التقدم الذي نعيشه. فكانت منطقة كردستان لها ظروف مناخية صعبة، والجبال تعزل الأقوام الكردية، ولهذا ظهرت ظاهرة الاستقلالية عند الشعب الكردي. يعني لو مثل ما نرى الآن مثلا حزب 3 أشخاص، وهال 3 أشخاص ينشقون، كل واحد يأسس
حزب سياسي. ف هذا السبب بالنسبة للطبوغرافية الجبلية للشعب الكردي التي منعت أن تمتزج هذه الأقوام مع البعض. نقاط كثيرة أخرى أيضا. جغرافية كردستان مثلا. نعم، جغرافية كردستان الجبلية ووجود يعني وديان ومساحات طبعا يعني تقسم المدن بعضها عن بعض وتمنع التمازج. اتصال، نعم، اتصال يعني عزلت الأقوام الكردية عن البعض، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك اتصال بين هذه الأقوام. فكل قوم نرى كما شرحت يعني ممالك عديدة، عشرات الممالك الكردية التي بنيت، كل سلالة، كل عائلة، كل قبيلة كانت تؤسس دولة، مملكة، وحتى تتحارب مع البعض ضد البعض. وأيضا موقع كردستان، يعني موقع كردستان ونهر لحد الآن نهر دجلة والفرات، يعني منبع نهر دجلة والفرات هو في كردستان، ومن يسيطر على هذا المنبع يستطيع أن يعيش. يعني الآن لحد الآن هذا الاحتلال الاستيطاني لكردستان هذا سبب مهم. مثلا الدول التي تستعمر كردستان ستموت إذا تستقل كردستان وتحتفظ بمياه بمنابع نهري دجلة والفرات. الماء الآن شكرا الآن يعني تركيا المنابع نهري دجلة وفرات تركيا مسيطرة عليها، والماء الآن أهم من النفط بكثير، لأن الماء له علاقة حيوية مع حياة الإنسان ومعيشة الإنسان. الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون مياه. وأيضا في الفترة الأخيرة اكتشاف النفط، وأيضا بالنسبة إلى معاهدة سايكس بيكو الاستعمارية أيضا سبب آخر جعل ضم جنوب كردستان إلى العراق هو خلق توازن طائفي بين سكان العراق الحالي، حيث لولا الكرد لكان الشيعة غالبية مطلقة في العراق. الشيعة كانوا يصبحون 90% و95% من السكان، فجاءوا بالكرد الذين هم أيضا لهم مذهب سني لموازنة توازن القوى الطائفية في العراق. ومن سوء الحظ أيضا بالصدفة طبعا لولا قيام الثورة البلشفية في روسيا فكانت كردستان الآن دولة. روسيا احتلت شمال كردستان، وكان حسب معاهدة سيفر كانت تركيا تنحصر فقط بأنقرة ومناطق المحيطة بأنقرة تصبح دولة تركية. لكن لما قام لينين بالثورة البلشفية في روسيا فسحبت روسيا القوات الروسية وتركتها للأتراك،
على الأقل لو كانت روسيا تسيطر على شمال كردستان وأيضا جنوب كردستان، فعلى الأقل لما اختفى الاتحاد السوفيتي كنا نصبح دولة الآن. أسباب عديدة قديمة وحديثة أيضا تربط إحداها بالأخرى. نعم. في تعليقين أو سؤالين للأخ خسرو، يا ريت تحطوه على الشاشة. واحد العفو سأل عن لغة الآفيستا، فأقول يعني لغة الآفيستا تسمى، يعني كتابة الآفيستا تسمى لغة الآفيستا، وهي اللغة الميدية. نعم. وصية الفارسي الأخميني يطلب نعم. قراءة وصية، أو ما هي وصية الفارسي الأخميني قنديز. فهذا أنا على طول أذكر الكرد بهذه الوصية، حيث كان على مرض الموت، يعني كان يموت، وجمع قواده وقال لهم الآلهة سوف تلعنكم إذا سمحتم للميديين أن يستلموا الحكم من جديد، عندما أسقطوا المملكة الميدية، الإمبراطورية الميدية، والأخمينيون الفرس استلموا الحكم. فقمبيز هو ثاني ملك أخميني استلم الحكم، فقبل ما يموت أوصى الناس وأيضا حذرهم وأيضا خوفهم بأن الآلهة ستلعنهم إذا سمحوا للميديين أن يستلموا الحكم من جديد. فلذلك هذا يؤكد بأن لأن الميديين كانوا يحكمون الفرس قبل ذلك، طبعا قبل أن يسقط الميديون إمبراطورية ميديا. نعم. هناك بصراحة سؤال طويل جدا، ربما نقرأه ونستفيد منه من الأستاذ خليل قادة. سؤال على شكل فخ معدني مسكوب وحديث. في معرض حديثي في قصة الحضارة من مجلداتها 12 يتناول ويل ديورانت في الجانب السياسي عن أصول الحكومات في العصور البدائية، حيث كان البدائيون يميلون إلى القبيلة أو نظام قرابة أو عدة قبائل تحت ظل حكم عشيرة. طبعا الأصول العشائر هي أتت من القرابة وهكذا العائلة الكبيرة، وكانت اهتماماتهم محصورة في الفضيلة والابتعاد عن الرذائل. ويضيف أيضا أن الخيانة والكذب واللصوصية ولدت مع المدنية الحديثة. نعم. ما موقع الكرد فيما تحدث فيه أول ديونت عن تقاليد الشعوب وموقعها من الحضارة البشرية الحالية، وهل ما زال الكرد في تفسيرهم للشك؟ بتصور أستاذ خليل، أنا بعتذر منك نيابة عن الدكتور أنه رح نفرض حلقة خاصة عن الديانات والثقافات والعادات، منها هذه العادات التي ذكرتها. صراحة كان التعليق طويل جدا، ولو كنت بعرف أنه عن الثقافة كنا خليناه يعني أجلناه لحلقة أخرى، لأنه هذا الموضوع هو متشعب ويحتاج لوقت أكبر بصراحة. لذلك سنقدم حلقة أخرى عن الثقافات وعن الديانات وإلى آخره. وهناك سؤال آخر أريد فقط جوابا قصيرا منك دكتور. أيضا يكرر علما تكلمنا عن الإيلاميين، فأحدهم يقول هل العيلاميين أو الإيلاميين هم كرد أم لا؟ طبعا فقط أريد إجابة قصيرة وإلا ما كنت أتكلم عنهم إذا ليسوا. نعم. فأنا أصلا حرف العين غير موجود في اللغة العربية، في اللغة الكردية عفوا. نعم. هذا العرب معرب يعني. نعم معربة، لأنه حرف العين أساسا غير موجودة في اللغة الكردية.
حتى والإيلاميين هي كلمة حتى كردية حقيقية. العفو، حتى العرب يسمون الخوريون أو الهوريون باسم الحوريون. يعني نعم، هناك في جبل عفرين هوري لا زال موجود نعم باسم هوري أو هور، وهناك نعم أشخاص نعم كثيرون يسمون نعم بهذا نعم. الاسم، لا زال موجود. سؤال من الأستاذ سليمان أبو سيف الكاشاخي: الأقوام الزاغروسية ليست آرية، يعني هؤلاء الذين كانوا يعيشون في كهوف كردستان فكانوا يعني أقوام زاغروسية غير آرية، لكن بعد ما صارت هجرات آرية إلى كردستان سادت لغة الآريين والعادات والتقاليد الآرية إلى حد كبير بالنسبة للكرد الحاليين. وإلا في البداية يعني في عهد العيش على الصيد وفي الكهوف كانوا زاغروسيين وليسوا آريين. لكن بعد هذه وطبعا يعني إذا في وقت بس أذكر بعض للتأكد من كون السومريين أسلاف الكرد. هناك مئات المفردات السومرية الكردية المشتركة، فإذا في مجال بس أعدد كم نعم تفضل دكتور، معك كل المجال، تفضل. شكرا. فمثلا يعني للسرعة وعدم ضياع الوقت أقرأ الاسم السومري بالأول، بعدين الاسم الكردي، بعدين الاسم العربي بالتسلسل. أو الماء، بزو أفزي مياه العمق. ما هذا. آبين آسن محراثة وحديد. آشوكاني لحد الآن في غرب كردستان موجود. آشوكاني هذه يعني سركاني رأس العين، سريكانية. أي آن آسمان سماء. آن إله السماء. أو لحد الآن باللهجة الهورامية يقولون أنا يعني هو أو هي. ما أعرف، يجوز بالزازائية بنفس الشيء. نعم. أرض العرب ماخذين الأرض، وحتى الإنجليز ماخذين كلمة الأرض وسموها إيرث، هم ماخذيها من أنبار يعني مستنقع أو مخزن، جمع المياه. يعني هشت 8. أنتن زستان الشتاء. نمو نامة رسالة أوري أمرو يعني اليوم. أومينا مينتي تعب. بار يعني ماء الساقية نهر. باران يعني المطر. بالا وحدة قياس. فكلمات عندي تقريبا أكثر من 50 كلمة، أكتفي بهذه. بس أذكر بس شيء آخر، هناك قاموس سومري آري، بروفيسور إنجليزي اسمه وادل واضع هذا القاموس سومري آري. في هذا القاموس أو المعجم يذكر في مقدمة الكتاب بأن اللغة الإنجليزية الحالية ماخذة أكثر من 50% من كلماتها من اللغة السومرية، من لغة أسلاف الكرد. يعني كل اللغات الأوروبية يعني ماخذة نسبة كبيرة جدا، أكثر من نصف كلماتها من نعم دكتور، نوضح هذه الكلمات
ونعرضها على المشاهدين والمتابعين في الحلقة المقبلة، لما نحكي بالتفصيل عن اللغة الكردية واللهجات الكردية وعن الديانات الكردية وعن الثقافة وعاداتهم، لأنه بحث كبير جدا كما أسلفت. دكتور، حضرتك بتشتغل لحالك؟ في سؤال يتبادر إلى الذهن يمكن المشاهدين كمان، ولا مثلا أنتم تشتغل مع فريق للدراسات؟ في الحقيقة أنا أشتغل لوحدي وليست هناك، وعدة مرات نشرت عدة مقالات وطلبت من المثقفين، من المؤرخين، من النخبة أن نكون يعني مجموعة عمل نساعد بعضنا البعض، وما كانت هناك نتيجة إيجابية. وأيضا ذكرت الصديق والأستاذ أحمد خليل، يعني صراحة إذا أي واحد يعرف عنه شيء، مؤرخ ممتاز وصديقي ويعيش في أمريكا الآن، وانقطعت اتصالاته بي بعد، هو من منطقة عفرين، فأعتقد صارت عنده صدمة كبيرة. أهله هناك، هو من قرية في منطقة عفرين، عندما الأتراك غزوا واحتلوا عفرين، منذ ذلك الوقت انقطعت أخباره. وأذكر هذا، إذا أي واحد أو هو يسمع هذا الشيء يتصل بي، لأن هو مؤرخ كبير، وأيضا إنتاج تحية من خلال هالمنبر. يا ريت تعيد الاسم، يمكن في أحد الذين يتابعونا أو أحد أصدقاء يعرف معلومات عنه. شو اسمه؟ هو نقدر نتعاون هو وأنا في كثير شو اسمه عفوا دكتور؟ هو من غرب كردستان، اسمه أحمد الخليل، أحمد محمود الخليل، وعنده مؤلفات كثيرة. إذن حضرتك تشتغل لحالك نعم. وما في يعني فريق عمل، وما أحوجنا إلى مراكز بحوث تاريخية لكي ننفض الغبار عن ما لحق بتاريخ الكرد من غبن ومن تحريف ومن سرقات وإلى آخره. ويمكن من خلال حضرتك وبحوثك وأعمالك ومن خلال بعض الشخصيات الأخرى التي تهتم بالتاريخ الكردي أن يعاد كتابة التاريخ الكردي بأياد نظيفة وبحقائق ومبنية على مرتكزات علمية وعلى بحوث وعلى آثار اكتشفت في منطقة الكرد أو في مناطقهم، وعرفت عن تاريخ الكرد السحيق. في بصراحة دكتور الحديث لا يمل معك، ونحن قاربنا على تقريبا الساعتين، وأكيد المتابعين استمتعوا واستفادوا، ولكن إذا طولنا أكثر ما راح يضل حدا معنا. لذلك أشكر كل الذين تابعونا وكل الذين كتبوا وراسلوا بلغوك تحياتهم، وبعتذر منهم إذا ما تسنى الوقت إنه أو ما صار في فرصة إنه نقرأ للجميع. بعتذر يعني، للأسف الوقت لا يسمح بذلك. حبينا إنه نسمع أكثر من الدكتور مهدي كاكاي ونستفاد من معلوماته. بشكرك كثير أستاذ دكتور مهدي، ويا ريت إذا في عندك كلمة أخيرة بدقيقتين. بس أحب أقول تفضل. فرد نقطة مهمة جدا. شفت تعليق يقول الكرد هم أصل البشرية، وهذه فبسرعة أقول 13 جامعة عالمية، من بينها جامعة أكسفورد وجامعة كاليفورنيا وجامعة نيويورك وجامعات هولندية وبلجيكية، عملوا بحث ونشر في
مجلة ساينس الأمريكية. هذه المجلة إلى جانب مجلة نيتشر البريطانية أرقى مجلتين في العالم تنشران فقط الاكتشافات والاختراعات، أشياء مهمة جدا. فهذا البحث استعملوا طبعا مختصات عديدة مشتركين، فلذلك استعملوا DNA في هذه، فتتبعوا انتشار اللغات الهندو أوروبية، وأثبتوا أن كل اللغات الهندو أوروبية منبعها كردستان، وانتقلت بعد الزراعة إلى الهند وإلى الدول الأوروبية الناطقة باللغات الهندو أوروبية في الوقت الحالي. ولذلك ذكرت هذا لأخبركم عن عظمة كردستان وعظمة أسلاف الكرد. شكرا، وأشكر في النهاية الأستاذة القديرة نجاح شكرا لك. نعم، دكتور أحمد خليل سوزدار ميدي. نعم، فأشكرهم جدا على اهتمامهم بالموضوع وعلى أسئلتهم الرصينة التي أغنت البرنامج. أشكرهم، وأأمل أن نلتقي من جديد ونتحدث عن التاريخ الكردي وعن الأديان الكردية. أكيد دكتور، ما رح نخليك، يعني رح نلتقي فيك مرات ومرات، لأنه شكرا. هناك كثير من المواضيع اللي تحتاج للكثير من الإضاءات حقيقة، وأكيد رح نستفاد من خبرتك ومن بحوثك ومن أعمالك. وبشكرك كثير على هذا الوقت اللي أعطيتنا إياه وهذا الشرح وبالك الطويل للأجوبة عن الأسئلة. وبشكر كل اللي تابعونا وكل اللي تفاعلوا معنا، وبعتذر أيضا من الذين لم أقرأ أساميهم أو أقرأ تعليقاتهم وأسئلتهم. وبشكر أصدقائي من خلف الكنترول، الأستاذ عبد الباقي الحسيني والأستاذ عبد الخان تلداري والأستاذة رقية، وأشكر كل الذين تابعونا، وإلى حلقة أخرى نلقاكم بكل خير. شكرا جزيلا.